حصل لي حتة دي موقف، حمدت ربنا مليون مرة اللي انا مش هشهر في مصر ولا حاجة. الحمد لله ما عرفنيش الا نفرين تلاتة وبالصدفة الحمد لله. طلع جاي من الشغل وماشي مروح، فعايز اكل اي حاجة علشان خاطر قبل ما اروح عادي مش هتفرق، وهموت من الجوع. من هنا لهنا لقيت عربية بتاعت ذرة. انا لقيت عربية الذرة من هنا، انا بصراحة مش شامم قسما بيات لما شميت اي ريحة ولا اي حاجة تجذب الانتباه. انا قلت بس حلو يبقى ناكل ذرة. بصيت كده من بعيد لقيت الراجل شوي شوية ذرة مركونين على جنب بقالهم سنة وقعد يشوي جديد في جديد. قلت خلاص بقى هي انا ايه، هروح اعمل حركة حلوة خالص، اروح اخد واحد من اللي شوه بقاله شويتين ده، هلاقيه اتركن بقاله شويتين، اكله يلكمني يشبعني. وخلصت العمل على كده. اخدت نفسي ورحت للراجل، كل ما يعدي على واحد يقول له هات له النبي ايه واحد بس من اللي انت لسه شاويه. انا عديت ادور في قلب البتاع لقيت ابرد واحد اللي بقاله كتير ده وخدته. حسبت الراجل واتكلت على الله. اكل في البتاع مش حاسس بأي طعم، بس انا حاسس ان انا هشبع. البتاع تقيل او ناشف مش مشكله، المهم ان انا هاكله علشان خاطر اشبع. خلصنا من المصلحه على كده. وانا ماشي بقى خلاص كلت ووصلت لحد الاخر زي ما انتم شايفين كده الحمد لله. بتخيل بقى منظري لو انا كنت بقى مشهور والناس عارفاني. كنت عشان خاطر اخد اساسا الكوز ده كان ممكن اقعد نص ساعة. طب ماشي، لو رحت الراجل عشان خاطر اطلب ده هيقول لي لا 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 خد الجديد وبتاع وانا هظبطه لك واروق لك عليه وبتاع. طب خلصنا من الاتنين دول. تخيلوا بقى لو انا اصريت ان انا اخد ده، انا كده كده بحب السخن والله والطازه والجميل وزي الفل، بس انا لو رحت خدت ده المره دي قلت له انا هاخد ده بالذات، هيجي كل مره يرازيني باللي زيه. فالحمد لله الواحد مش مشهور ولا حد عارفه خالص الحمد لله، ولا شرش في مصر ولا اي حاجه الحمد لله زي الفل الحمد لله. رضا 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 الحمد لله. ربنا يرزقنا ويرزقكم حسن الخاتمه يا رب العالمين.